يا مساء الفلات والقشطات والعسلات السكر النبات. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل مع بعض صينيه مكرونه بشاميل، يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه، وهنعمل جنبها بانيه، والخلطه تحفه، وتعصيقة اللحمه اتحف. يلا بينا بقى، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى على الوصفه الجامده دي. اول حاجه هنا بقى هنتبل البانيه. معانا بصلايه مفرومه وطماطمايه مفرومه مبشوره مبشورين، ومعاهم 7 بهارات وبلح جوز الطيب وفلفل اسود وملح وكمون ومعلقه لبن برضه عشان تطر معانا البانيه، ونقلب كل المكونات دي مع بعض. دي تتبيله البانيه. ومعانا هنا نص كيلو بانيه، هننزل عليهم بالتتبيله بقى ونقلبهم كده كلهم مع بعض بالشكل ده كده، ونسيبها كده ايه في التتبيلة دي بقى تاخد وتدي بشكل ودي براحتها كده، اما عقبال ما نجهز بقية الحاجة. هنا معانا بقى تعصيقة اللحمة. معانا كيلو بصل ومعاهم معلقتين سمنة. قلبنا قلب شوحنا شوح على النار كده اهو. اول ما تدبل معايا البصلاية بالشكل ده، ننزل عليها بقى بنص كيلو اللحمة مفرومة. هتقولي لي البصل كتير؟ لا، البصل مش كتير بجد. البصل لما يكون كتير في تعصيقة اللحمة بالذات بتديها طعم رهيب. جربيها مش هتندم. نديها تقلبتين كده، واول ما اللحمه تاخد لون كده معايا ننزل عليها بقى بالبهارات: بابريكا، كزبره، فلفل اسود، 7 بهارات، قرفه، بلح جوز الطيب وشطه، كلها معالق صغنطوطه. اوكي، ننزل عليهم كده على اللحمه وقلب نقلب كده بالبهارات وكل الحاجات والمحتاجات اهو بالشكل ده. هننزل عليهم هنا بمعلقه بقى ايه الملح، كنا نسيناه، ادينا حطينا الملح يا سيدي. يلا ونقلبها تقلبتين كده. اول ما اللحمه معايا تخش على سوا، تعصيقة اللحمه بالذات لازم النار تكون عاليه قوي علشان ما تنزلش ميه وتبقى عامله زي المسلوقه. تمام. اول ما تخش على السوا ننزل عليها بجزرتين مبشورين. تمام. وننزل عليها بقرنين فلفل رومي متقطع صغنن، وقرنين فلفل حراق متقطع صغنن. ليه لما تخش في السوا ننزل لما تخش على السوا ننزل بالكلام ده؟ عشان لو اديناها في الاول للفلفل والجزر هيدبل ويبقى عامل زي الميه كده زي المسلوق، مش هيبقى حلو. فاحنا بنخليه في الاخر عشان يبقى محافظ على قوام. وبصوا بقى الالوانات، الاورنج بتاع اللون الجزر مع الفلفل مع اللحمه مديها كده تحفه. لما تحطيها بقى في البشاميل هتبقى تحفتين. حلتنا الحلوه بقى، سيبنا غطينا اللحمه بقى تستوي على مهلها. حلتنا الحلوه فيها معلقتين كبار زيت، واول ما الميه غلت هننزل عليها بالكيلو مكرونه عشان انا هعمل صينيه كبيره. اوكي، كيلو مكرونه. وننزل بمعلقه الملح بتاعتنا، وايدك على طول في المكرونه عشان المكرونه دي يعني في ثانيه الا ثانيه تلاقيها استوت. يعني لو سيتي عليها هتلاقيها عجنت ولزقت منك، خلي بالك. ايديكي على طول فيها كده. كانت خلاص المكرونه اهي اتسلقت معايا. هنطلعها بقى نصفيها في مصفى حلوه كده بنت ناس. اهو، ولا قلبتها بزيت ولا اي حاجه، مفلفله اصلا لوحدها. ونفس الحله بتاعت المكرونه بس غسلناها، نزلنا عليها ب8 معالق من المعلقه اللي في ايدي دي، 8 معالق سمنه. هننزل عليهم ب8 معالق دي. ادي اول واحده، ادي تاني واحده، ادي 3، 4، 5، 6، 7، 8. بصي بقى، عايزه قوام البشاميل بتاعك يكون كويس وحلو، مش عايزاه ولا تقيل قوي خفيف قوي. يبقى السمنه قد الدقيق. لو انت عايزاه خفيف يبقى السمنه اكتر، يعني مثلا 5 معالق سمنه على 4 معالق دي. لو انت عايزاه خفيف، عايزه قوامه مظبوط، يبقى 5 معالق سمنه قصادهم 5 معالق دقيق. زي الفل زي الفل. وجبت المضرب السلك ده، نقلب قلب قلب عشان ما يعمليش اي تكتلات اهو. بصوا، واول ما يبقبق كده معايا زي ما انت شايفه كده، ننزل عليه بقى ايه باللبن بتاعنا. بصوا ما فيهوش اي تكتلات، انا بوريكي بقولك بصي قد ايه ناعم اهو. كيلو اللبن ننزل عليهم بكيلو لبن. انا حطيت كيلو لبن وحطيت معاهم كوبايتين شوربه، اي نوع شوربه انت بتحبيه. تمام. وايديكي على طول في التقليب. وحطيت معلقه كبيره من اللبن النيدو.
لبن البودرة بيديها تيست عالي أوي وطعم، وبيخليها كريمي اكتر، وطعمها بيبقى ظريف اكتر، وبيعلي القيمة الغذائية. حطينا طبعا معلقة ملح، وحطينا سيكة فلفل اسود، ما تكترش فلفل اسود عشان البشاميل ما يبقاش غامق معاكي. وبرده في التقليب مستمر كده على طول، اوعي تشيلي ايدك من البشاميل. تقولي لا اما يتقل شويه يبقى اقلبه، لا، ايدك على طول على طول على طول فيه. ولو تكتل معاكي ومش عارفه تعملي له ايه، خليه حطيه في الخلاط، اضربيه ضربتين، وبعد كده نزليه تاني في الحله لو اتكتل معاكي. اهو كده خلاص البشاميل معانا اهو بدأ يبقبق اهو كده، خلاص استوى وزي الفل. هنطفي بقى عليه. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا عامل ازاي. وهنا اللحمه كانت خلاص استوت معانا اهو. بصوا بقى الجزر والفلفل محافظ على قوامه ازاي. وهنا المكرونه بقى بصوا مفلفله، والله انا ما حطيتش زيت وفكيتها من بعضها، انا هي زي ما هي كده. وادي قوام البشاميل بصوا ما شاء الله، الله اكبر، تحفه التحفات. هننزل بقى على المكرونه دي بمغرفتين بشاميل كبار، ونقلب المكرونه حلو قوي مع البشاميل. نغلف المكرونه كلها بالبشاميل. ليه الحركه دي؟ عشان المكرونه تبقى بقوامها كده ماسكه نفسها، الخرطه بخرطتها. الصينيه بتاعتنا هي ولا حطيت زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. هنحط نص كميه المكرونه في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين، وننزل عليها بقى باللحمه المفرومه بالنص كيلو كله. يلا عشان ما حد حوش، يلا خلي العيال تاكل وتفرح يا ناس. هنرص بقى كده، نفرد المكرونه اسمه اللحمه اهو، فردناها حلو قوي خالص فوق المكرونه، وننزل بقى عليها بحبه جبنه موتزاريلا كده. يا رب بس ما تكسفناش وتمط عشان انا ماليش حظ خالص مع الجبنه. كده رصينا الجبنه اهو. انزل بقى بنص كميه المكرونه اللي باقيه من فوق، وبعد كده ننزل بالبشاميل. البشاميل كان كريمي وناعم يعني فرد معايا وبقى جميل. هننزل بقى بالجبنه، ويا رب ما تكسفناش وتمط معانا. كده خلاص خلصنا على صينيه المكرونه. يلا بينا بقى على الفرن فوق وتحت، نولع فوق وتحت كده بس على الهادي يا زبادي لحد ما تستوي معانا، ونطلعها من الفرن واوريكم شكلها عامل ازاي. نروح بقى نعمل البانيه بتاعنا. ادي البانيه بتاعنا اهو خلاص. ومعانا بيضتين وسيكة فلفل اسود عشان الزفارة. هنا معانا 9 معالق دقيق، عليهم 9 معالق بقسماط او جيتار على حسب ما انت تحبي، بس لازم تحطي معاه دقيق عشان ما يتحرقش. ننزل بقى بالبانيه على الدقيق والبقسماط، ومن الدقيق والبقسماط على البيض ياخد كده سيكة كده ويطلع، وينزل على الدقيق والبقسماط تاني. وادي اخر حاجة نحطه بقى كده في الطبق، ونعمل واحدة كمان معانا. بسم الله. ننزل على الدقيق والبقسماط، وادفن ادفن يا عم الحاج، وطلع من الدقيق والبقسماط على البيض، خليه ياخد غرقتين او شربتين كده، ويطلع تاني على الدقيق والبقسماط ويطلع على الطبق. ونروح نبص بقى على الزيت بتاعنا سخن، وطاستنا الحلوة فيها الزيت، وينزل يا جميل في الزيت اهو. نزلنا البانيه بتاعنا بنحمره مع بال ما المكرونة تكون في الفرن استوت خلاص معانا اهو. نقلبه الناحية التانية اول ما يتحمر، وفي ثانية الا ثانية خلصنا البانيه بتاعنا. بصوا شكله تحفة تحفة تحفة، لونه ذهبي اهو. ولا دي كانت اخر حتة اللي انا ماسكاها، دي كانت اخر حتة. وادي المكرونه البشاميل بتاعتنا اهي. بص ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. قطعناها. بص انا بوريكم من تحت ما لزقتش ولا اي حاجه اهو، عشان انا ما حطيتش زيت ولا سمنه ولا اي حاجه اهو. باظظ خالص. انا لو كنت استنيت عليها شويه كنت هتلاقي القطعه بقطعتها كده بقوامها، بس احنا كنا جعانين بصراحه. جربوا بقى تعصيقة اللحمه دي والبشاميل والبانيه، وقولوا لي ايه رايكم فيه. وما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واقول لك باي باي.